في مثل مصري كده قديم انت غالبا هتكون عارفه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الحمار لما بيتكعبل في طوبه ما بيتكعبلش فيها تاني. والله المثل ده تحس ان كل الناس بتحاول تتعلم منه الا في انجلترا. انا ما شفتش دوري بالشكل ده. عارف تحس ان ايه؟ هو اسطمبة مفيش مفيش محاولة للتعلم ولا بص، نفس الحاجة هو كل مرة. تقول لي انت ليه بدأت المثل ده؟ اقول لك لاني زهقت والله. زهقت من ان الفرق دايما عارف اللي هو لا انا الموسم الجاي حتى لو وقعت نقط اقدر اكسب دوري، عادي ممكن اوقع نقط والحق نفسي. انت عارف ايه اللي بيحصل في الاخر. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو بننزله، وزر الجرس عدي عليه. ويلا بينا نتكلم في ملخص جوله الدوري الانجليزي من اهم الفرق. طبعا فريق تشيلسي هيلعب النهارده، ده يعني ايه مش من الكبار فقشطه. مبدئيا لو بدانا والله فاحنا هنبدا بماتش السيتي. ماتش السيتي اللي الحقيقه هو ممكن يتلخص في كلمتين، ان والله مانشستر سيتي فضل يتعمل يعني طول الشوط الاول ما شاطش ولا شوطه، ما راحش بولا كوره يا سيدي، كل ده على عيني وراسي وزي الفل. وايفرتون ضيع مش عارف فرصه ولا بتاع، والسيتي ما شاطش ولا كوره طول الشوط الاول، والاول مره في تاريخه لا لاول مره مش عارف من كام موسم كده. بس في الاخر يا باشا هو بص ما قعد دي بروين على الدكه، لا الدنيا مش سالكه، نزل دي بروين وولكر يلا جولين شكرا. بس والله لان تحس ان مانشستر سيتي مش هيخسر. هو مانشستر سيتي لما بيبدا يكسب كده هو خلاص مش هو خلاص، يعني هي خلاص هو السيناريو كده، سيناريو كده هو كل موسم مكتوب علينا نتفرج على المسرحيه دي. عارف اللي هو انت كل موسم بيسيب الاشبال تلعب ويجي ياخد الدوري وهو في الاخر ويروح وهو اتبسط واللعيبه انبسطت والمدربين التانيين انبسطوا وكله انبسط. الشوط الثاني شفت ان هالاند والله اللي قال لك ما بيجيبش جوان وصيام ومش عارف ايه، دخل حط جونين، جون لا الكره بتاعها كده متكعبله، دخل قام جاي شايطها حاطط الاولاني، والجون الثاني باصه من عمك دي بروين. يعني ايه دي بروين اللي الحقيقه هو بينزل جون يلا يلا. انت عارف ان اول ما دي بروين ينزل السيتي هيجيب جون، وفعلا السيتي قام جاي حاطط الثاني. هالاند دخل تقريبا قال له يا عم وسع كده يا عم، دخل على المدافع قال له يا عم اوعى يا عم، وقام جاي زقه كده وقام جاي داخل جول. بعد كده والله لو دخلنا على ماتش ليفربول، ماتش ليفربول اللي المفروض ان ليفربول المتصدر، بس ده ورقيا طبعا يعني ده مثلا لمده مثلا اسبوع كمان ولا حاجه والسيتي هيجي يقول له يلا حبيبي هات بس الصداره سيبناك شويه يلا كفايه عليك كده. النهارده انت بتشوف ليفربول يا جماعه بيكسبوا من غير صلاح، بس على فكره بيرنلي كانت ممكن تكسب. بيرنلي مضيعه انفرادين ثلاثه، واحده كيلهير صاددها، وبرده مضيعين اتنين حاطينهم بره كور ما تضيعش يعني بيرنلي كان ممكن تكسب عادي. بس هي ماشيه مع ليفربول بالستر، اللي هو احنا ايه هنفضل ممشينا كده وممينين دنيتنا لحد ما الكينج بتاعنا كابتن مو صلاح اللي كله طلع فعلا الراجل مصاب يعني وبتاع وما جاش لحد دلوقتي. افريقيا خلصت يعني حتى لو كنا وصلنا الفاينل ما كانش هيلعب لان هو طلع فعلا انه مصاب. بس مع العلم من الموضوع ده تشوف ازاي ان ليفربول نزل قدام بيرنلي حط جون من ديجو جوتا، اللي انا مش فاهم ديجو جوتا ده واد متر حاجه و70 سم وبيطلع فوق مدافعين متر 80 ومتر، انا مش فاهم ازاي. فوالله الكره بتتلعب عرضيه بيطلع ديجو جوتا يحط لك التقدم. انت ما كنتش بتضيع فرص قبليها، بيرنلي كانت مضيعه انفراد وكيلر شايله قبليها، بس والله في اخر الشوط بتلبس جون. وكل سنه وانت طيب انت بتلبس جون في اخر الشوط وانت كسبان 1-0، مش عارف تصبر يا مؤمن دقيقتين ثلاثه 1-0؟ لا والله لا يعني مفيش. بيطلعوا من نفس الكورنر بيطلع الواد يحطها براسه 1-1. بتخش والله الشوط الثاني ليفربول بقى بياخدوا الدش السخن والدش الساقع والفوطه مش المسفره واللي مش عارف ايه يعني. لو صوت حد هنا ظبط كده لايك اشترك، انا يعني خليك ايه حلو كده، وزر الجرس برضه فعال عشان لو اي فيديو جديد نزل ولا حاجه ليفربول بيستمر في محاوله ان هو يجيب جول بس ما فيش اجوان من هجمات منظمه. يا جماعه ليفربول عنده مشكله جسيمه في صناعه فرص، ليفربول ما بيخلاش فرص كتير من غير محمد صلاح خصوصا وترينت. فعلا ليفربول عنده مشكله في خلق الفرص، من الفرقه ما بتقدرش ان هي تعمل فرص او تبتكر فرص من لعب مفتوح. الاهداف بتشوف ازاي قدام بيرلي الثلاثه من كور بالراس، هو الجون الثالث كوره من لعب مفتوح بس هي فضلت تخبط داروين اللي حطها براسه. يعني هي ايه برضه مش في فعلا مشكله جسيمه جدا في خلق الفرص. بس والله ليفربول بيقدر يحط الثاني براس لويس دياز برضه بيلقفها كده يحطها وايه
بتبقى الهدف الثاني. حلو قوي الكلام ده. ليفربول 2-1. والله بيرلي قعدت تضيع برضو، يعني بيرلي كانت ممكن تتعادل وتكسب والله، بس والله ليفربول داروين مايونيز، ودي اهم حاجه في الماتش بعد الفوز ان هو حط جون، لان الواد يعني بيعمل كل حاجه في الكوره، والكوره بص هالاند ومع الفاريز وكله شغال زي الفل، تيجي عند داروين مش فاكرك يلا بس. والله الواد بيصعب عليا، ويا ريت تسيبوه ياكل عيش عشان الواد غلبان ها وايه، وهو بس نفسه يجيب جونين 3 وهيبقى مبسوط ومرضي. خش بقى على اكتر ماتش عجبني واكتر احتفال. ايه يا دوجلاس يا لويس ده؟ ايه يلا الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، احتفال ايه ده؟ ايه ده ولا صفيناز يا جدع؟ ايه ده يا اخي؟ ايه ده؟ وبعدين نفسي اعرف ليه احتفل كده؟ يعني انت بتغيظ اونانا مثلا؟ ده اونانا كان شايل مانشستر يونايتد افضل ماتش لاونانا الموسم ده، واستمر كده خلاص هيبقى فعلا فعلا حارس مرمى نظيف، حارس مرمى محترم، يقدر مانشستر يونايتد ان هو ايه يعني يحط عليه امال وطموحات والحاجات دي يعني. بس مانشستر يونايتد في فرص كتير واستون فيلا ضيعها، بس مانشستر يونايتد بيكسب وبيجيب اجوان، والدفاع شويه ماسك نفسه، ونص ملعبهم شغال. فمانشستر يونايتد ده المهم، ده المهم ان انت دلوقتي انت في المركز السادس، لسه بتنافس وممكن كمان تطلع فوق اكتر، بس كويس ان انت تكسب. اهم حاجه ان انت تكسب وتعدي. تقول لي يا عم دول بالسالب، ده الجول ديفرنس بتاعهم بالسالب، مفيش حد كده في الدوري في التوب 10 مثلا. اقول لك مش مشكله، مش مشكله، المهم ان انت بتبقى قادر تكسب. بتنزل والله الماتش مانشستر يونايتد براسموس هويلاند، راسموس هويلاند اللي مقدم ماتشات ممتازه جدا، وفعلا بدا يبقى مهاجم قوي جدا وسلاح يقدر مانشستر يونايتد ان هو يعول عليه في الماتشات الجايه. فعلا راسموس هويلاند بقى معدل التهديفي بتاعه بدا يعلى، يعني يعلى براحته، وفعلا بقى جايب كذا جون. فبتقدر والله ان انت من كورنر تقدر تخبط توصل لراسموس هويلاند يحط على طول ويخليك 1-0. بعديها استون فيلا وواتكنز كذا انفراد ضايع وفرص ضايعه، بس ده زي ما بقول لك اونانا موجود وكان مقدم ماتش عالي عالي عالي. في جون دخل فيك برده من دوجلاس لويس الكره خبطت وبتاع، لقاها قدام الجون، طبعا مستحيل اونانا يعمل لها حاجه، شال كور كتير جدا، وبيقدر استون فيلا انه يتعادل. بعديها مانشستر يونايتد فرصه ما كانتش كتير، بس انت قدرت تجيب جون في الدقيقه 85 من الجولدن بوي مكتوميني اللي جايب 7 اجوان لحد دلوقتي، الصلاه على النبي في الدوري، حاجه كده زي الفل. ان انت تخطف ال3 نقط في حرفيا من رحم المعاناه، تاخد 3 نقط فعلا مهمين جدا جدا جدا، وعلى فرقه اصلا انت بتنافسها عشان عايز تقدر انك تطلع وتخش في التوب فور. خش بقى على البيج بوس، البيج بوس اللي كسب 6. طب سيبهم يجيبوا واحد، ولا هو انت فشيت؟ ما انا بقول لك ام الدوري ده، بقول لك ما انتوا كنتوا ممكن تكسبوهم، كسبوكوا 2-1 ليه؟ لما انتوا جامدين قوي كده كسبوكوا 2-1 في الماتش الاولاني ليه السسبنس؟ ما انت كان زمانك لسه بتنافس، انت لسه في المنافسه كل حاجه، بس بتعمل في نفسك كده ليه؟ انت بتعمل في نفسك كده ليه يا جماعه؟ مش كده والله، ما تكسبوا، اكسبوا على طول والله. يعني انا مش فاهم بس والله لو دخلت تشوف ماتش ارسنال وويست هام، متعه وابداع واقناع وجمال وفن وحلويات وكل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه. ديكلان رايس النهارده جونين واسيست، جون ايه من نص الملعب، من نص الملعب يا راجل، ايه ده؟ ارسنال بينزل قدام ويست هام على طول بيحط الاول، في بيلين بيحط الثاني، عرضيه جابرييل يقوم جاي حاطط الثالث، بينزل على طول يخلص. وده المهم، ده المهم ان انت تقدر تخلص قدام فرقه زي دي بدري وتاخد ال3 نقط بدري عشان ما تدخلش نفسك في حسابات معقده. شوف السيتي ممكن لما بتعصلك معاه بيخلص نفسه، يا جماعه ده بيعرف ينجز نفسه، فانت لازم تبقى كده. ليفربول وارسنال لو فعلا عايزين ينافسوا، وده مش هيحصل لان السيتي هياخد الدوري، ايوه السيتي هياخد الدوري، عشان تقدر انك تاخد الدوري وتكسب ماتش السيتي انت لسه قدامك ماتش قدامه، غير كده انت مش هتاخد الدوري. وارسنال لازم برضو نفس الفكره، قدامك ماتش قدام السيتي لازم تكسبه، وده يبين لك ان شوف ارسنال الموسم ده كسب السيتي ذهاب، ولسه السيتي برضو متصدر، لان انت الفرق الماتشات دي مش مهمه قوي، انت المهم ان انت تبقى بتجمع نقط في الماتشات الثانيه. فوالله بتشوف ازاي ان ارسنال بيقدر ان هو يحط 6 جوان، ساكا بيجيب جون عالمي، جون اللي قطم لجوه حطها في القريبه ده، جون ماركه امبابي، هي ماركه امبابي بس جون جامد قوي 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 من باكايو ساكا، كله بيسجل، رايس بيحط جون وكله بينبسط الا كابتن محمد النني. تنازل يا كابتن محمد النني في اخر 6 دقائق، برضه بتلعب ورا ليه يا كابتن محمد النني؟ يا جماعه انا يا ريت ما نشوفش محمد النني في المنتخب تاني. تقول لي هو الراجل عمل ايه يا عم؟ ده كسبانين 6، ايه اللي دخل؟ اقول لك والله لان انت حتى مش واخد الثقه، حتى وانت فرقتك كسبانه 6 انك تباصي كور لقدام او تبني لعب احسن او
فيعني ده الفرق ان انت مش اي لعيب بيلعب بره تجيبه المنتخب وخلاص. لو انت وصلت لحد هنا ساش حط لايك، اشترك في القناه، عندك زر الجرس عدي عليه، مش هيجرى حاجه والله، مش هيجرى حاجه، دوس كده. ادوس، لا دوس، لا تجرب، دوس، انت كده زي الفل. سلام يا معلم.